مشاهدي ومتابعي قناة أمودو، سلام الله عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. فنبدأ دائما كلامنا بالصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، المنتخب المغربي النسوي يفتتح المونديال بهزيمة كبيرة أمام ألمانيا 6-0. هزيمة 6-0 في أول مشاركة في المونديال، أول مباراة في أول مشاركة في المونديال ديال كأس السيدات المنظم حاليا بأستراليا ونيوزيلندا. فمشاهدينا الكرام ومتابعينا الكرام، كما تكلمنا في فيديو تحليلي سابق على قناة أمودو، وحذرنا ونبهنا من الضغط الكبير الممارس على هاد اللاعبات الأطلس، لاعبات صراحة لا يتحملن الهزيمة. باش نكون معكم واقع، من يتحمل الهزيمة هما هذوك اللي وضعوا واحد الوزر، واحد المسؤولية كبيرة على هاد اللاعبات. قالوا لهم ديروا لنا الإنجاز الأسود، ديروا لنا شي إنجاز تاريخي. يا أخي الكريم، لا يجب أن نحمل ما لا طاقة هاد اللاعبات. هاد اللاعبات حقوا التأهل لأول مرة في كأس العالم، فهذا بحد ذاته إنجاز. فأول مشاركة في المونديال فخصنا ما نكونوش نضغطوا عليهم. فبان، وهذا الشيء قلناه في فيديو سابق على قناة أمودو، قلنا لكم أن الضغط سيؤثر على تركيز اللاعبات داخل فوق المستطيل الأخضر، ويفقدنا يعني التركيز التام. وفعلا هذا ما وقع. الأهداف اللي تسجلت في الشباك ديال المنتخب النسوي كلها بسبب سهو دفاعي، تركيز، غياب التركيز. فالأمر بدا واضحا أن الضغط، أنكم يعني أعطيتهم واحد الحلم، أعطيتهم واحد المسؤولية كبيرة وهما في أول مشاركة. فهاد اللاعبات لا يتحملن الهزيمة، بل المسؤول على الهزيمة هو من وضع الضغط على لاعبات المنتخب المغربي النسوي. وقلنا في فيديو سابق قبل المباراة بساعات، نبهنا من الضغط سواء من الإعلام أو كذلك كاين حتى بعض العناصر تؤثر على النخبة الوطنية المغربية لكرة القدم سيدات، ويريدون تكرار إنجاز وليد الركراكي. الله يعطيكم الخير، كونوا واقعيين. ف المونديال راه فيه منتخبات عالمية، راه باش وصلت هذا المستوى، طورت المستوى، راه كان واحد سنين وسنين وهي تشتغل وتجتهد، وشاركت في المونديال عدة مشاركات. يلزم أن نكون كما نقولوا ما نديروش هذاك الضغط على هاد اللاعبات. فاستلزروا كل الأهداف اللي تسجلت في المرمى ديال المنتخب النسوي بسبب غياب التركيز. فاللاعبات الله يحسن عونهم، مساكين. أنا صراحة أنا هاد اللاعبات أعتبرهم بطلات لأنهم وصلونا للمونديال. فاش وصلونا للمونديال أنا هذا أعتبره إنجاز وكافة، سواء يكون إقصاء من الدور الأول ما يهمناش. هذا إنجاز أننا وصلنا كمنتخب عربي، أول منتخب عربي يصل إلى المونديال. فهذا إنجاز كبير وكبير. فلذلك حتى المدرب بيدروس في الندوة الصحفية اللي جات مور الماتش ديال ألمانيا اللي انهزمنا فيه للأسف 6-0، قال افتقدنا للشراسة والتركيز. والسي بيدروس راه الله يحسن على هاد اللاعبات، راه يفتقدوا الشراسة والتركيز بسبب الضغوطات. نوصلوا نصف النهائي، غنديروا الحقوق الإنجاز ديال الأسود الأطلس. ما شتانا بين الأمرين. فالأسود الأطلس راه شاركوا في عدة مونديالات، وكانت في الدور الإقصاء في الدور الأول، كان عاوتاني في 86 كانوا وصلوا، كان الدور الثاني في 86، كان في 94. يعني كانت إخفاقات، وكانت كذلك بعض المشاركات المميزة، ولكن جاءت بالثمار، الثمار بالوقت. العجلة من الندامة. فأنا كنوجه الرسالة ديالي هاد الناس اللي ضاغطين على هاد اللابؤات، الله يعطيكم الخير. هاد اللابؤات راه أول مشاركة في المونديال، رحموهم، كونوا رحيمين بهم. لا راه كذا عاود اللي كيقول لك راه خسروا 6-0 وهزيمة مذلة وهزيمة كذا وهزيمة، سير على الشيطان السي فلان. راه أول مشاركة، أول تجربة في المونديال. وحنا باش نكونوا واقعيين، المستوى ديال كرة القدم النسوية راه مازال ما طورناش مستوى كرة القدم. لا بدنيا، شفنا المنتخب الألماني ما شاء الله بدنيا كما نقولوا ما شاء الله بدنيا، الفرق البدني بدا واضحا. نتوما احنا عندنا المستوى التقني، يعني ماشي مستوى تقني عالي جدا، ولكن كنزيدهم بالتركيز انهم يديروا. فالتركيز، فهذا الضغط هو الذي ساهم في تشتيت تركيز اللاعبات.
هاد اللاعبات نعتبرهم بطلات واخا يتقصاو في الدور الاول، بطلات. وكيقال هذا المنتخب النسوي شرف كرة القدم النسوية المغربية والعربية. فخصنا نكونوا يعني يكونوا في مستوى التطلعات، يكون عندنا واحد الفكر اللي كيقرا الوقائع والمعطيات، ماشي غنوصلوا لنصف نهائي، نوصلوا ربع نهائي، الله يعطيكم الخير. وانا حذرت في فيديو سابق تحليلي الامس قبل ساعات، حذرت من هذا الضغط، لانني اعي جيدا ان الضغط اذا مورس على لاعبات او حتى اللاعبين الذكور يشتت تركيزهن، كيبقى داخل المسكينه المباراه وكتفكر انها خصها تغلب، خصها تنتصر، لان حتى سجلوا ضد المرمى ديالهم. فهنا كيبان ان التركيز كان غايب والشراسه كانت غايبه كما قال بيتروس. ففعلا الشراسه مشات، لان المانيا لعبت بواقعيه. المانيا منتخب المانيا راه كما قلت لكم منتخب مرجعي في العالم، راه كره القدم النسويه الالمانيه راه مدرسه يعتد بها عالميا. لذلك متابعين الكلام، هزيمه ب 0-0 كتبقى كاول مشاركه، انا كنعتبرها كدرس، كتجربه اولى، ماشي مشكل، كتجربه اولى. وبالنسبه ان شاء الله نتمنى المقابلات الاخرى يكون فيها ان شاء الله الامل، عندنا باقي الامل، ولكن بركه من الضغط، الله يعطيكم الخير، بركه من الضغط، الله يعطيكم الخير، بركه من الضغط. هذا هو اللي ماشي كان صراحه، هذا هو الموضوع ديال اليوم. وكذلك يعني غنتكلموا في حلقه قادمه ان شاء الله على الموضوع ديال اللاعب المصري حسن الشحات، الاعتداء ديالو الشنيع، الاعتداء ديالو الرياضي على اللاعب المغربي اللي كيلعب في بيراميدز في الدوري المصري محمد الشيبي. اعتداء صراحه ديال اللاعب لا يستحق ان يحمل لا قميص الاهلي، ويجب حتى العقوبه الحاليه اللي صدرت مؤخرا عاجلا، انا توقيف مباراتين، انا كنتمنى انهم يوقفوه مدى الحياه، لان كره القدم كتبقى اخلاق، ماشي اعتداء وماشي اجرام. كره القدم اخلاق، تنافس شريف، احترمني نحترمك، ماشي تصرفقني. وبانت الفيديو اللقطه للاسف الشديد اللي استفزها المغاربه كاملين، استنكروها واحد استنكار كبير. غادي ساعود في فيديو في الساعات القليله القادمه ان شاء الله، غنتكلموا على هذا الاعتداء الشنيع ديال حسن الشحات على اللاعب محمد الشيبي في فيديو خاص بهذا الموضوع. اذا شكرا لكم مشاهدي ومتابعي امودو، كنشكركم بزاف على التتبع. بالنسبه للمشاهدين الجداد ما تنساوش ديروا الاشتراك في قناه امودو باش تجيو توصلكم الاخبار الرياضيه وكذلك النقاشات الرياضيه. الى هنا ننهي هذا الحلقه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.